أول غلطة هي الاعتماد على نوع واحد بس من الإضاءة، لازم تستخدم layers مختلفة من الإضاءة، مش تعتمد على الإضاءة مثلًا المحيطية بس أو الإضاءة الموجهة بس. تاني غلطة هي الإضاءة القوية جدًا أو الخافتة جدًا، الإضاءة القوية جدًا بتسبب إجهاد للعين وصداع وتوتر، والإضاءة الخافتة جدًا بتخلّي المكان كئيب وضلمة ومش عملي. تالت غلطة هي تجاهل الإضاءة الطبيعية، كتير من الناس بيهملوا الإضاءة الطبيعية وما بيستغلوهاش صح، والإضاءة الطبيعية مهمة جدًا لصحتنا ومزاجنا ولازم نستغلها أقصى استغلال ممكن. رابع غلطة هو وضع وحدات الإضاءة في أماكن غير مناسبة، وحدات الإضاءة لازم تكون في أماكن استراتيجية عشان تنور المكان صح وتبرز الديكور صح. خامس غلطة هي اختيار وحدات إضاءة غير مناسبة للنمط أو الستايل بتاع الفراغ اللي انت بتصممه، فوحدات الإضاءة لازم تكون متناسقة مع النمط أو الديكور بتاع الأوضة. وسادس غلطة هي إهمال درجة حرارة اللون، كتير من الناس ما بياخدوش بالهم من درجة حرارة اللون وبيستخدموا أي لمبة وخلاص. درجة حرارة اللون بتأثر جدا على الأجواء وعلى المزاج ولازم نختارها بعناية.